السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبائي حبيباتي في مطبخي. نتمنى لا فيديو تاعي هذه تلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن حال. اليوم جبت لكم وصفة صيفية خفيفة وبنينة إن شاء الله راح يحبوها الكبار والصغار، اللي هي فلفل حلو محشي بوافرون فارسي. عندنا 3 فارس يعني 3 حشوات، يعني نقدروا نضيفوا حتى حشوة أخرى تاع البيض بالطون. إذا نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. راح نشوفوا المكونات تاع هذه الوصفة وكذلك طريقة التحضير لهذه الوصفة. إذا نحتاج هذا الفلفل الحلو ماذا بينا نخيروه كيما هكا رقيق وشوية صغير، يعني باش ما يزناش بزاف الحشو، وكذلك يكون هكا مستقيم، يعني نحاولوا نخيروه فلفل حلو مليح. لا فارس الاولى يعني الحشوه الاولى هي الفيونداشي. لهنا بالنسبه للفيونداشي راح نضيفوا المعدنوس، نضيفوا الملح، فلفل الكحل، راح نحطوا بيضه. لهنا البيض حسب الكميه تاع الفيونداشي. راح نحطوا قطعه الفرماج، ولا تحبوا تزيدوا تربيوا عليه يعني نوع واحد اخر تاع الفرماج. تحبوا هنا نضيفوا البصل نضيفوا، انا ما ضفتش. بالنسبه للحشوه الثانيه هي البطاطا. بطاطا نضيفوا لها المعدنوس، ملح، فلفل الكحل، البيض، الفرماج. ولهنا ديما بالنسبه للبيض لهنا حسب الكميه اللي راح نستعملوا. الحشوه الثالثه اللي هي الروز. الروز لهنا نطيبوه يعني تقريبا يطيب، يعني يزيد يكمل الطياب تاعو في القلي ولكن تقريبا يطيب. نضيفوا له المعدنوس، ملح، فلفل الكحل، نضيفوا بيضه، ونضيفوا الفرماج. وهنايا لكم الاختيار في النوع تاع الفرماج اللي تستعملوه. وهذه البيضه راح نستعملها من بعد كي نبدا نقفل الفلفل الحلو تاعي. اول حاجه نبدا بها بسم الله. راح نهزوا الفلفل الحلو تاعنا. هنا الطريقه تاعي انا كيف راح نديرها ماشي الطريقه تاع نخلي هيك الفلفل الحلو اخضر ونحشيه، لا، راح ندير الطريقه الثانيه اللي معتمده عندي وتعجبني. راح نشوي الفلفل هذا، نشويه ومن بعد نولي نحشيه. يعني هنا باش ما تتفزتش عندنا واحد الطريقه كما تشوفوا نحيولها هذا، نضغطوا فوالا، نهزوا الكاع، نضغطوا القرن تاعنا كيما هكا، عفوا، ونجبدوا كيما تشوفوا. وراح نفرغوا الزراعه هذيك اللي فيه ونشويوه. راح نزيد نعاود لكم العمليه. اذا راح نضغط هك لداخل، سينو نديرو بموس هذا شويه صعيب. شوفوا يعني واحد اخر، شوفوا معايا، نضغط هك لداخل يعني سهله، ها هك نضغط لداخل ومن بعد نخرج هكا. شوفوا معايا، نضغط هك لداخل ومن بعد نخرج ونفرغوا من الزراعه، نشويه ونرجع لكم فيما بعد. يعني حنزيدو تشوفوا قرن واحد اخر او نفسه، نضغط وكي نشويه نحاول ما نقطعوش. راح تشوفوا معايا الطريقه. راح نشوي الفلفل ونرجع لكم فيما بعد. كما تشوفوا لهنا نشوي الفلفل تاعي. حنشوي في هذا الطاجين مليح خلا. حاولوا تشريوه طاجين تاع الطين يشوي على الكيف، يعني نحطوا نشويو الفلفل تاعنا ونروحوا نخدموا خدمتنا، يعني ما يتحرق، ما يلتلهف في النار لا والو. اذا نشوفوا كيفاه تشوالي، راح نقيه، راح نحيلو نحاول نقشرو بدقه باه ما يتقطعليش. اذا كيما تشوفوا يعني بسهوله، شوفوا وسخون. راح نقشرو كامل ونرجع لكم فيما بعد. كما تشوفوا الفلفل تاعي شويته، شوفوا يعني حاولوا تشريو هذاك الطاجين راهو مليح خلا. تشوي ليه يعني بسهوله تنحي القشره تاعو. هنا شوفوا هاو يعني
ما تقطعليش، يعني حاولت نشويه ونقيته يعني بدقة باش ما يتقطعليش، وحتى لا تقطع يعني ما فيش مشكل. دوك تشوفوا زي ما كي نلقى واحد قرن تقطع لنا نشوفوا كيفاه نحشيوه. لهنايا نحاولوا ما نغسلوش بالماء، غير نقيوه برك. نملحوا الفلفل تاعنا. هنا ضفت قرن تاع فلفل حار اللي ما نستغناوش عليه. اذا هنا راح نبدا نحشي الفلفل تاعي. هنا بالنسبه للحشوات لهنايا خلط البيض مع الملح، فلفل القح، المعدنوس، كذلك البطاطا، كذلك الرز. نحاولوا الفرماج هذاك، قطعه الفرماج هذوك اللي درناهم نحاولوا نذوبوهم مليح في هذيك الحشوه هذاك باش من بعد ما يقطعلناش الفلفل تاعنا. اذا هنايا ضفت البيض كان قليل. يعني جربوا سورتو هذا تاع البطاطا، هذا ولادي يموتوا عليه، يعني يفضلوه على الرز وعلى البيوناشي. اذا حنبدا نحشي الفلفل تاعي. حنبدا بالبيوناشي. نبدا نحاولوا ندخلو هكا ومن بعد نعدلو. يعني لهنا في الحشو ما نعمروش بزاف، سورتو تاع الروز، خاطر الروز يزيد ينفخ. اذا نديرو هكا ونعدلو. هنايا هاو لازم يتقطع يعني. هنا ندير بالبيض. هنا البلون دوف، هنا شويه راح نشوي فيها صفر برك. اذا هنا بالبلون دوف ونغفل. نزيد ندير الحشوه تاع لافارس تاع البطاطا. لهنا نسيت بالنسبه للروز، لهنا نقدروا نديروا ميلونج، نخلطوا نديروا شويه روز وشويه فيونداشي، يعني نوتر فار. لهنا عندنا طريقه واحده اخرى اونكا يتقطع عنا، يعني كيما انا تقطع لي لهنا. شوفوا نديروا كيما هكا، يعني راح تجينا سهله العمليه. يعني عندكم الطريقه اللي كنت ندير فيها، سينا ديروا هذه الطريقه ما يتقطعش. حلوه، حاولوا نعدلوه، ديما ما نحشيوش بزاف. ندير البلون دوف ونقفلو حتى في الشكل تاعو، يعني راح يجينا مليح. كذلك راح عندي طريقه واحده اخرى، راح نشوف كيش ما واحد قطع لي. مثلا هذا يعني هو ما تقطعش بزاف، يعني نديرو نحيو هذه الزراعه اللي قاعده تما. ندير مثلا تاع الروز، الحشو تاع الروز نجربو معاكم تشوفوا تاع الروز. يعني لهنا عندنا 3 طرق. هناك ونضرب. اذا هنا اللي كنقطع عنا القرن نديرو هذا الشكل. يعني انا نفضل الشكل الاول. هنا نحاولوا ما نقطعوش القرن تاعنا ونحشيوه بهذه الطريقه احسن، ولا كما نعطي لكم الطريقه الثانيه ولا الطريقه الثالثه. هنايا اونكا يتقطع لنا القرن تاعنا.
يعني كيما تشوفوا هاك هنا تاع الروز مقطعوش، خاطر الروز على بالنا يزيد في الحجم تاعو. هنا راح نقفل بالبيض. يعني انا افضل هذه الطريقه تاع نشوي الفلفل باش نحشيه. ما نحبهاش هذيك الطريقه تاع نديرو الفلفل هكاك اخضر ونحشيوه، على خاطر من بعد هذيك القشره هذيك تمد المراره في الفلفل، الطعم تاعها يعطينا مراره كيما تشوفوا. كذلك كي نعودو نقليو فيه راح شويه يتعبنا، راح يولي يتنطر علينا الزيت وراح يعني ما انا افضل هاد الطريقه. كما تشوفوا جربوا. يعني لهنايا كما نقولوا لازم يكون الصبر باسيونس، نخدموا ديما بالصبر، ما نخلقوش باش تنجح لنا الوصفه تاعنا. يعني هذا هو الطبخ، الانسان يخلقش سورتو كي طيب الحاجه يديرها افيك امور، بحب. كانت واحد الصديقه الله يذكرها بالخير كانت تقول لي واحد كي طيب يحضر وجبه تاع اكل يعني، ويكون هو مقلق، ويكون راح الوصفه هذيك كانه راح ينقل فيها السموم. يعني ديما نحاولوا. نسيت ما درتش البيض هنا، حتى ما نديروش البيض مش راح يعني يتحل. يعني ساعات ما نعملش البيض يعني بوغ ايفيتي برك خاطر يكون يخرج لنا ولا تخرج البطاطا. اذا كنا نحاولوا ننوعوا في الاكل تاعنا. يعني الفلفل فيه وصفات بزاف، الفلفل حلو. اذا كما تشوفوا الفلفل تاعي واجد، يعني 3 حشوات، حشوه تاع الرز والحشوه تاع البطاطا والحشوه تاع الفيوند هاشي. بالنسبه للفلفل تاع فيوند هاشي فارسي على فيوند هاشي، راحين تتسائلوا تقولوا سي سور لا فيوند هاشي مش راح تطيب كي نقليوها. انا يعني هذه الطريقه راهي معتمده عندي. لا فيوند هاشي راهي طيب، ولا خفنا ما طيبش. هنا درت لكم اكسبري، درت طوماط هذيا قليتها، درت عليها شويه ثوم وشويه ملح وفلفل، قليتها ومن بعد نحيت هذيك لا طوماط، يعني قليتها في شويه تاع زيت، ومن بعد نحيت هذيك لا طوماط، زدت شويه تاع ماء كي شرب صوص، وحطيت رجعت هذاك الفلفل هذاك تاع لا فيوند هاشي زدت قليته فيه. يعني هذه اون كا يعني تقولوا لا فيوند هاشي ما طيبش، يعني بلاش الطريقه هذه لا فيوند هاشي طيب. كاينه طريقه واحده اخرى تاعنا اون بريبار، يعني نحضروا صوص بلانش ولا صوص روج مع ثوم شويه بصل طماطم، ليسونسيال صوص ريدويت، نحطوها في بلا، ونحطوا الفلفل هذاك الفارسي على فيوند هاشي ونحطوها في الفور، نخليوها تطيب ابوبخي 5 ا 7 مينوت. يعني هذا لا خفتو تقولوا لا فيوند هاشي ما طابتش من الداخل. انا جو بريفير لا ميثود هذه، على خاطر هنا كي نقليوه يبقى حاكم روحه هكا، ما يوليش طري. كي نطيبوه يولي كي شغل طايب هذاك الفلفل الحلو. انا بيرسونيلمون يعني سا ديبون على لي غو،
انا بيرسونيلمون ما يعجبنيش اذا هذه هي الطريقه، يعني نتمنى تجربوها واكتبوا لي في التعليق، يعني عجبتكم ولا ما عجبتكمش هذه الطريقه، يعني انا متقبله. راح نشوفوا معايا درك راح نقص معاكم، راح تشوفوا معايا. اذا هنا هذا مانيش عارفه بتاتخ تاع الرمز، شوفوا فوالا تاع الرمز، يعني شوفوا. راح نجرب معاكم تاع البطاطا، يعني كيف كيف شوفوا. وراح نشوفوا معايا تاع لا فيوند هاشي، يعني شوفوا تاع لا فيوند هاشي، شوفوا لا فيوند هاشي طايبه، يعني يعني نتمنى تجربوا هاد الطريقه. ولا عجبتكم كما قلت لكم ديروا لي اكتبوا لي في التعليق، وديروا لي لايك في القناه تاعي، شاركوا فيها واضغطوا على الجرس باه يلحقكم كل جديد. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.